يوم كثير من الرباط على الكنائس الأرثوذكسية بالاحتفال بأحد الزعف أو أحد الشعانين، وهي كلمة عبرانية وطن خلصنا. واحد الشعانين هو تذكار لدخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استقبله الناس بالزعف وفرش ملابسهم على الأرض واستقبلوه كمنتصر، ويعد من الأعياد الكبرى التي تحتفل بها الكنيسة الأرثوذكسية، ويعتبر بداية لأسبوع الآلام، والذي يسبق أحد القيامة. ومعنا القس مينا بولس الحديدي راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس ديوشي بدمياط. أهلا بقدسك، وقدسك طيب. طيب أهلا بيك. إيه الكلمة اللي تحب توجهها قدسك في هذه المناسبة؟ أحب أقول إن إحنا السيد المسيح دخل أورشليم كملك عشان يملك على أورشليم، لكن المسيح ملكه ملك روحي ما هوش ملك أرضي. فإحنا في المناسبة دي بنطلب منه إن هو يدخل قلوبنا ويملك على حياتنا. إحنا زي ما أنت قلتي إن إحنا داخلين على على أسبوع الآلام ده بيسبق القيامة، فعايزين الناس كلها تستعد، عايزين الناس تيجي تحضر الكنايس وتصلي ونطلب من أجل إن ربنا يدينا حياة كويسة، حياة مقدسة، وإن ربنا يبارك في بلادنا ويعدي الأيام اللي إحنا فيها يعديها على خير إن شاء الله. طب وإيه الكلمة اللي قدسك تحب توجهها للأقباط خاصة وللشعب المصري عامة؟ أقول للأقباط خاصة واظبوا على حضور الكنيسة وصلوا من أجل حياتكم الروحية، والشعب المصري كلنا نصلي من أجل إن ربنا يدينا سلام ويحافظ على بلادنا ويحافظ على رئيسنا ويحافظ على كل شعبنا وعلى جيشنا وعلى شرطتنا ويحافظ على كل المصريين. ميرسي لقدسك، مساحة قدسك طيب. أنتم طيبين وربنا يجعل عليكم الأيام بخير. ميرسي. كان معكم مارينا، وصف الموقع وجريدة الخبر الجديد.